فوز هلالي غير مقنع لأن شكل الفريق ورغبته قبل مباراة الشباب أنا شفتها اليوم، والسبب وجود سالم ومالكم اللي قاعدين يعيشون أسوأ أيامهم. يعني خل سايمون على جنب، مندش مقدم مستوى عظيم، فالمفروض إنك كافأته بالمشاركة اليوم، ليش ركنتها دكة؟ يعني اليوم أنت تلعب ضد متذيل الترتيب ومنقوص منه لاعب، مع ذلك ما قدمت أداء يشفع لك عند الجماهير. يعني مباراة مثل هذه والله حتى بدون طرد مفروض إنك تكسبها بخماسية وتقفل ملف المباراة من الشوط الأول. حنا دايما نقول إن الفريق محتاج رغبة، ما هو محتاج لاعبين يلعبون تأدية واجب، وللأسف أن الرغبة موجودة عند لاعبين الدكة أكثر من الأساسيين، وبنفس الوقت إنزاجي ما هو قاعد يعطي البدلاء فرصتهم الكافية. سهل جدا أني أعزز وأقول لك قريبين من الدوري وبنحقق النخبة وكأس الملك، لكن الواقع مختلف إذا استمر الفريق بهذه السلبية وانعدام الحلول. يعني هل منطقي 60 دقيقة قدام متذيل الترتيب تسدد تسديدة واحدة على المرمى، واللي كانت فرصة الهدف غيرها ما سددنا على المرمى؟ عموما فوز مهم وأنا أعتبره ثمين على الأجواء السلبية اللي قاعد يعيشها الفريق، لكن إذا ما تحسن وضع الفريق فبالراحة بتطير عليك بطولتين من الثلاث بطولات اللي تنافس عليها.